ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض سندوتشات الشاورما بالعيش السوري، وهنعملها برضو بالكريب. يلا نشوف مع بعض ازاي نعملها وتطلع معانا شكلها مميز وخطير والخلطة جبارة. الاول معانا هنا بولة، وهحط فيها علبة من الزبادي. لو مش عندك زبادي، كوباية لبن ومعلقتين من الخل. وهنبدأ بقى هنكون عندنا خلطة بتاعة شاورما. تمام، هنبدأ نضيفها. انا ضفت طبعا نص الكمية علشان هضيف بهارات. حطيت بصل بودرة وتوم بودرة وفلفل اسود وبابريكا، مش اكتر من كده. عندك بهارات فراخ ضيفي، بس بما اننا حاطين خلطة الشاورما يبقى احنا كده ايه مكتفيين. هنبدأ بقى نضيف عليها معلقتين كده من الزيت. تمام. وبنكون طبعا الفراخ بتاعتنا ده عايزه اقول لكم نص كيلو بانيه. لو انت عندك ربع كيلو بانيه مفيش مشكله، شغال جدا يعني. ينفع نعمل بربع كيلو بانيه. يفضل الصدور. انا دي اللي معايا طبعا كانت صدور بانيه. قطعتها زي ما انتم شايفين، اي تقطيعه، بس هي لو تقطيعه بالطول بتبقى افضل واجمل يعني. تمام، هبدأ اتبلها واسيبها كده حوالي نص ساعة. وهبدأ كده بعد ما اتبلت معايا، جبت جريل سخنتها كده على النار. عادي جدا، لو طاسة او اي حاجة شغالة برضو مفيش مشكلة. وهبدأ كده، اهم حاجة ان هي تسخن معاكي كويس، وتبدأي تنزلي بالفراخ بتاعتك علشان ما تنزلش المية بتاعتها. لو حطيتي الفراخ في الطاسة وهي باردة، طبعا هتنزل ميتها وهتمصر معاكي، مش هتبقى حلوة. لكن لما تكون الجريل بتاعتنا او الطاسة سخنة، حتى لو كانت طاسة ألمونيوم عادي جدا، هنبدأ ننزل بيها زي ما انتم شايفين. ونبدأ نقلب فيها بالطريقة اللي احنا شايفينها. حطيت رشة ملح بسيطة علشان بهارات التتبيلة بتاعت الشاورما بيكون فيها ملح. فتدوقي الملح كده وتخلي عينك يعني ميزان. تمام. البصل بتاعي معايا 3 4 بصلات على حسب ما بتحبي، برضو على حسب رغبتك. هتقطعيهم زي الأجنحة كده. وهتبدأي تنحي الفراخ كده، تديها جنب. وتضيفي البصل في الناحية التانية. هتبله تتبيله في التانية. وهبدأ مع بعض كده ننزل برضو بحوالي 3 4 من فلفلات. فلفليتين شغالين على حسب، طبعا عارفين ان الخضار غالي وكل حاجة غليت. فالموجود عندك اتصرفي بيه. لو مش عندك فلفل عادي برضو اعمليها ببصل وفراخ وخلاص. انا هنا ضفت نص كمية، نص الكيس على الفراخ. والنص التاني بتاع تتبيلة الشاورما هبدأ اضيفه على الخضار علشان الاكل كله بتاعي يكون واخد طعم حلو كده معايا وجميل. بمجرد ما بتستوي معانا، لو انت عندك عايزه تضيفي لها تيست معين كده، ممكن قطعه فحم كده وتحطيها عليها. هتدي ريحه حلوه جدا، بس انا في اليوم ده ما كانش عندي فحم. تمام. يعني تطفي فيها فحمية كده تديها ريحة حلوة جدا. اللي معانا ده عيش كريب. تمام. انا ما بحبش اعمله مثلث، انا بحب اعمله بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. بلفه كده رول زي السندوتشات. وهجيب بايركس. البايركس بتاعي ممكن دهنة بسيطة كده من الزبدة. تمام. لو انت حاسة ان كمية الفراخ دي كتيرة، ممكن تقلليها، بس هو يعني لو الطفل اخد ساندوتش هيبقى حلو جدا يعني. تمام. هنبدأ بقى كده زي ما احنا شايفين حطيناها في البايركس بتاعنا. وهنبدأ ندخلها الفرن. بمجرد ما تاخد لون، انا يعني ممكن تخرجيها. انا هنا ما دخلتهاش الفرن كان الاول. عفوا، حطينا الموتزاريلا على طول ودخلناها. ليه؟ مش هتاخد وقت يعني. انا الشوايه مش هشغلها الاول، انا هحطها من الأول في الاول من تحت. بمجرد ما احس ان الجبنه بدات تسيح هفتح عليها الشوايه. حلو الكلام. انت ممكن تدخليها الفرن تاخد لون وتتحمص معاكي، وتبداي تضيفي الموتزاريلا اخر حاجه. طبعا الكميه كانت ما شاء الله حلوه بتاعه البانيه. فكان عندي عيش سوري. فبدات اعمل الشاورما بتاعتي بالعيش السوري. ينفع الشاورما اللي احنا عملناها بالظبط نحشيها في كايزر، وزي ما شفنا حشيناها في كريب. يعني هتبقى سندوتشات حلوة جدا للعيال، واللانش بوكس بتبقى جميلة. تمام كده. هنبدأ ألفها زي ما انتم شايفين كده. بس طبعا كان عندي في الفريزر، فكان ايه متقطع شوية. فايه على حسب، على قد ما قدرت كده عملتهم. فكان غدا كده سريع وجميل. ممكن على فكرة لو عدد عندك أقل، اعملي ربع كيلو بانيه. واعملي شوية بطاطس جنب منه كده. واعملي مثلا ربع الكمية أو نص الكمية، تبقى حلوة برضه. هنا ضفت معلقة مايونيز. ونزلت عليها بشوية الشاورما. وطبعا بضيف معاها جبنة موتزاريلا. هتشوفيني برضو هنا او في طريقة تاني ان شاء الله هبقى ضايفة معاها بطاطس. يعني ينفع نضيف معاها بطاطس ونضيف معاها كمان خيار مخلل لو عندك. هبدأ كده نفس الجريل يا دوب فضيتها بس كده من الشاورما. تمام.
وبدأت كده هضيف العيش السوري بتاعي، هديله تحميصة كده. طبعا مش هنضيف له موتزاريلا ولا اي حاجة، احنا ضفنا موتزاريلا للكريب، العيش الكريب. انما اللي هي بالعيش السوري زي ما انتم شايفين كده هتاخد لون معانا وهنحمرها، وبمجرد ما تاخد من الجنب ده نقلبها على الجنب التاني. وطبعا انا حاطه معلقه من الزيت كده او معلقتين من الزيت. حابه تضيفي زبده مفيش مشكله، لكن انا عاملاها هنا بزيت علشان تبقى مقرمشه معايا كده وحلوه. زي ما انتم شايفين كده طلعت معانا بسم الله ما شاء الله. يعني عايزه اقول لك النص كيلو عمل معاكي حوالي 10 سندوتشات. شوفي انت بقى لما تروحي تشتريهم لاولادك من بره هيكلفوك قد ايه يعني. حاجه البيت مفيش اسهل ولا ارخص منها. فعايزين بقى نعمل اكلنا في البيت ان شاء الله ونبدأ نوفر. والسندوتشات دي على فكرة بتبقى سهلة وبسيطة، يعني في يوم كده تقدري خلال نص ساعة ساعة تكوني عملتي الغدا بتاعك. من اسهل واجمل الوصفات. يلا بقى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك جميل وتكتبي لي في الكومنت تحت اذا كان الطريقة دي عجبتك سهلة وبسيطة ولا لا. يلا بقى ارجعوا شوفوا فيديوهات ام حمزة من تاني وادعوا لي كده بالشفا وربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم. مع السلامة.